السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سامح شاهين من موقع نوليرا دوت كوم. ان شاء الله نكمل الجزء الثالث من شرح الوجه. خلصنا طبعا اخر مرة المونيتور واتكلمنا عليه واتكلمنا على الكيس بتاعته. دلوقتي بقى انا عايز اقول لكم حاجة مهمة قوي يا جماعة. انا مش عايزكم تخافوا من شكل الوجه ديت سلسة وبسيطة وسهل التعامل معاها. بمعنى اصح دي زي العجينة في ايدك، تقدر تشكلها زي ما انت عايز. بمعنى انا مثلا المونيتور ديت صغيره، ما انا شايف فيها او في حاجه معينه انا مش عارف اشوفها كويس، فانا عشان احط الايفكت بتاعي محتاج ان انا اكبر المونيتور شويه. هعمل ايه؟ هاجي اقف هنا كده بالظبط. شفت السهم اتحول ليه؟ هقف ما بين المونيتور وما بين الماستر باس او الميكسر. هقف هنا كده واقوم جاي اعمل دراج، اسحب على الميكسر. ايه اللي حصل؟ المونيتور كبرت. طيب عايز ارجعها تاني. اوكي برجع. زيها بالظبط بروجكت ميديا، عندي حاجات كتيره قوي. طيب آه عايز اكبر شويه الميديا بروجكت عشان اقدر اشوف. ممكن اجي على الايه، على الميكسر او الماستر باس، او ممكن انزل اصلا لتحت اغطي نفسه على البارات. تمام. ممكن اطلع تاني. ممكن لو انا مش شغال على اوديو بس بعمل ملفات اوديو، بألف مثلا اغنية راب او كده، وحاطط طبعا كذا تراك للموسيقى عشان انا بألف الموسيقى بتاعتها. فبالتالي ما دام انا شغال على موسيقى ما اناش محتاج الايه المونيتور. اوكي، ممكن اطلع فوق خالص واغطي على المونيتور. يبقى انا دلوقتي ايه؟ كبرت عندي هنا الايه المساحة. حاجة تانية. نرجع الاول السهم كده. حاجة تانية، جنب كل نافذة بتلاقوا 3 حاجات، 6 نقط فوقها سهم فوقها علامة اكس. اكس زي ما انتوا عارفين بيقفل اهو. انا قفلت مثلا دلوقتي الايه المونيتور. هاجي على فيو، فين المونيتور؟ لو انا عايز اجيبها جبت تاني الايه المونيتور. طيب لو انا عايز بقى اشيل المونيتور اصلا بره كده، باجي بقى هنا على ال6 نقط واقوم جاي محتاج دراج واسحب بره خالص. بص واطلع فوق شويه، طلعت معايا بره خالص. شفت؟ شفت انا كبرت المونيتور بتاعتي لحد ايه؟ اقدر اعرض بقى زي ما انا عايز، اشوف الفيديو كانه اتش دي، اقدر اشوف الحاجه يعني بوضوح. تمام. عايز ارجعه تاني. اوكي، برجعه هنا كده. طبعا الماستر باس هنا ممكن هو كمان اشيله واحطه هنا، او احطه تحت، احطه في اي حته زي ما انا عايز. اشيله هنا خالص. ماشي. بالنسبه هنا للعداد الزمني بتاعي ممكن برضو اشيله. ممكن ايه ارجعه تاني. اذا هي معاك بسيطه خالص، مفيش اي مشاكل يعني. بتكبر، بتصغر، بتعمل كل حاجه. ممكن تقفلها، ممكن لو ال6 نقط بتشيلها. طب هتقول لي السهم الصغير ده بتاعي ده بيعمل اكسباند، يعني بيغطي على كل حاجه. بمعنى اصح انا لو جيت هنا عملت اكسباند للميديا بروجكت، بص لغى كل حاجه جنبها. بص حطهم فين عشان يوسع لي مساحه عشان اقدر اشوف اشتغل براحتي. شوف انا كبرت البتاع ازاي. اه، ارجع تاني من الايه من السهم. اذا هي البرنامج معاك سهل بسيط، مش عايز تعقد نفسك يعني. بالنسبه هنا للبارات برضو، هنا ده بيكبر وهنا بيصغر. هنا عشان ابقى شغال بدقه. بص كل فريم يعني ايه. ها، شوف الفريم نفسه بقى بيجي ازاي. فريم 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 فريم. طيب لو انا كبرت، لو انا صغرت عفوا، بص بقى بيمشي معاك بسرعة، بقى بينط يعني بال20 فريم مرة واحدة. هنخش على حاجة بس مهمة عايز اقولها في الاوبشنز، البريفرنسز. اوكي، اوبشن بريفرنسز زي ما انا قلت لكم، الحاجات ديت انتوا لو قريتوها هتعرفوها بالظبط يعني. هي ما فيهاش اي حاجة خالص، بس انا هاخد الحاجة المهمة فيها واللي بتفرق، لان الباقي كله الديفولت بتاعه هو انسب حاجة. الا حاجة واحدة بس، تخش على فيديو هتلاقي حاجتين: دايناميك رام بريفيو ماكس، وتحتيها ماكسيمم نمبر اوف ريندرنج ثريدز. طيب دولت بتوع ايه؟ الاولانيه مساحه الرامات اللي انت مستهلكها للبرنامج. هتقول دي بتفرق يعني في السرعه؟ هقول لك لا، دي مش بتاعه السرعه، ديت بتاعه المساحه اللي البرنامج ياخد راحته فيها عشان يشتغل. انت ممكن تقعد تحط افكتات على البرنامج لدرجه انك تيجي تحفظ بعد كده تلاقي خطأ في البرنامج. ليه؟ انت حاطط افكتات كتير قوي وانت مديله مساحه صغيره من الرامات. طب الاتساع بتاعه ده يرمي فين؟ اذا دي مشكله. طيب انا عشان ادي البرنامج ياخد من الرامات زي ما هو عايز، بغير ديت لايه؟ 1024. تمام كده. بقول له خد من الرامات قدره الرامات كلها. خد بالك انا مش بقول لك هي مش بتفرق في السرعه، لا تقول انه بيسحب سرعه الجهاز، لا دي مش السرعه، ديت المساحه اللي البرنامج هياخد راحته فيها عشان يقدر يطبق كل الافكتات اللي انت بتحطها. اللي تحتيها بقى ديت بتاعت سرعه الاداء بتاعت البرنامج وسحبه من البروسيسور. التانية دي مختصه بالبروسيسور. لو انت جهازك قديم، جهاز بروسيسور ضعيف، يفضل ان انت تخلي ديت 2، او يفضل مثلا تخليها 1. تمام. يفضل تخليها 2 او تخليها ايه 1. ليه؟ علشان انت جهازك قديم، وفي نفس الوقت ممكن هو بيعمل ريندر. لو انت بقى شغال على 4 هو بيعمل ريندر تلاقيه هنج ووقف وجاب لك رسالة ايه خطأ. لكن لو انت عندك بروسيسور كويس، ممكن كورت ديو طبعا اي 7
تطلع على 4 وتقول له ايه اشتغل على ال4 زي ما انت عايز. خد كفاءة البروسيسور عادي، اهم حاجة هتعمل ايه الريندر بسرعة عالية يعني.